مرحبا، أهلا وسهلا بكم. أول شيء عذروني تأخرت عليكم. الوعد كان أنه أسجل وأنزل التسجيل يوم السبت، بس مثل ما شرحت لكم صار فد خلل تقني بالموضوع. نحاول هسه هالمرة يعني ندارك القصة ونشوف إذا راح ننجح. هذا الشيء اللي نسويه أسئلة وأجوبة. أول شيء أيضا أشكركم أنه شاركتوا وساهمتوا بالأسئلة أو باللايكات، وإن شاء الله أو يعني نتأمل. دا أحاول أقلل من الموضوع إن شاء الله، والله كريم وهاي المسائل. هاي المصطلحات، فنتأمل أنه تكون الأجوبة وافية، أو على الأقل تفتح المجال إلى أسئلة أخرى ومواضيع أخرى، أو تشعبات في التحليل وفي الاستنتاج وفي الإدراك والمعرفة. وأيضا أريد أهدي هذا الجهد اللي هسه إحنا بعدنا ما اختارينا له اسم. أريد أهديه صديق عزيز جدا علي، توفى يوم 30/11 السنة اللي فاتت. الفنان آراس طالب، صديق من 20 سنة. آراس كان عنده فد شغلة فترة يتصل بي أو شوف شلون بالسكايب بالتليفون على مدى هال20 سنة، وعنده هو كان متابع نهم للشأن السياسي العراقي والشرق الأوسط. فيتصل وعنده أسئلة جاهزة، فلان موضوع شنو، فلان هاي. أني يعني اليوم كله أقعد أفكر بهالمواضيع أو أحكي بيها أو أكتب بيها، يعني مالي خلق. أرد عليه وأصير عصبي قابل أني مكتب استعلامات. هو طبعا يجاوب فد قصة فد لخ، فهسه مشتاق له طبعا، إنسان عظيم. هذا الجهد هو إهداء الآراز. زين، خلينا نبدي بالأسئلة. أول سؤال من الأستاذ حسين الحمداني، اللي هو حصل على أكبر عدد من اللايكات. ويتعلق السؤال: هل أمريكا جادة فعلا في محاولة استرجاع العراق من سطوة إيران وأذرعها، وما مدى استعدادها في هذا الأمر؟ ويشبه سؤال أيضا للأستاذ، وين صار السؤال؟ الأستاذ واثق محمد علي: هل من الممكن في المدى المنظور تخليص العراق من الهيمنة الإيرانية على قراره السياسي؟ أول شيء بس بعض النقاط، راح تكون 3 مقاطع كل واحدة 7 دقائق. هذا أتصور فشي مناسب أو قريب من استعداد المتلقي أنه يستمع هكذا أو يطالع هيك فيديو. أحاول يعني أجاوب الأسئلة كلها قدر المستطاع. إذا ما لحق عليه إن شاء الله على الأسبوع الجاي، ولو إحنا قلنا كل أسبوع يعني، بس نشوف يعني حسب المادة الدسمة. هسه عندنا هواي مواضيع بهذا الأسبوع. فمرة ثانية 7 دقائق، كل مقطع 3 مقاطع. خلينا نبدي. هسه إيران، أريد أوصف هذه الرسالة كلش بسيطة. هو أنه أكو فد نظرة على المخطط الاستراتيجي الإيراني، أنه يعني يلعب شطرنج ويحوك سجادة، يقعد يعني الشخصية الإيرانية تحوك سجادة تظل عليها سنين إلى ما تخلصها. فأريد أن أنوه إلى موضوع مهم، أنه في بعض الأمور العاطفة تدخل، والعاطفة تخلي الشخص شوية تحليله أو نظرته أو قراره أو فكره يكون شوية غير منطقي. فأنا أريد أطرح فكرة أنه الجانب الإيراني رغم ما كل هذا الشيء الهيلمان، أنه مفكر وبارع وبعيد النظر ويحسبها 20 خطوة للأمام، يعني ما أريد أعاكس كل هذا الحكي، بس أريد في موضوع العراق
احاول اجد تبرير للشيء اللي سووه الايرانيين، لانه اذا اني اليوم محلل استراتيجي ايراني، هسه شو راح نسوي؟ راح نمارس فشيء اسمه الانعتاق، وهو انه شلون نحط نفسنا بمكان شخص اخر، من ثقافه اخرى، بيئه اخرى، حضاره اخرى، لغه اخرى، تفكير مختلف. الانعتاق. زين، فراح نمارس الانعتاق. اريد نتخيل هذا المحلل الاستراتيجي الايراني اليوم اذا ينظر للعراق ايش يقول يا نفس؟ يعني هو راضي على الشيء اللي انجزوه، راضي على الشيء اللي احنا اللي نسميه سطوة ايران واذرعها في العراق. هل فعلا اكو هيك سطوة؟ انا اعتقد انه لا، واريد افسر الموضوع انه هذا الشخص الايراني لما قعد وخطط وبنى ورتب امور انه شلون راح يتعامل ويا العراق، يعني يجوز قسم منها تاثرت بالعاطفه. اريدكم تتخيلون شخص ايراني لما يعني بدت بوادر الثوره الايرانيه، يعني كان في اول العشرينات من عمره، وتخيلوا وياي همينه يعني بوادر خلينا نقول سنة 77، يعني تقريبا قبل 40 سنة. انه شنو كان معناها انه احد يبدي يشهد في شيء اسمه الثورة الإيرانية بذاك الوقت. حدث مهول، وهو انه يعني تخيلوا اقرب اصدقاء امريكا بالشرق الاوسط، ومن اهم حلفائها حول العالم، شاه ايران، على وشك انه يعني عرشه يهتز. فصارت 7 دقائق الى الفقره الثانيه.